يلا بينا نعمل احلى كيك بالشوكولاته بصوص منه فيه. بصوا هشه وعاليه ازاي، تحفه. عايزه اقول لكم الصينيه ما شاء الله عاليه جدا بكوبايه دقيق بس. يلا نجيب الخلاط ونجيب كوبايه سكر ونضربها كويس قوي كده في الخلاط. ننزل عليهم ب10 جنيه كاكاو خام او نص كوبايه كاكاو خام وكوبايه لبن سخنه. شرط اساسي ان اللبن يكون سخن. ونضرب كل الكلام ده في الخلاط وننزل عليهم بكيس فانيليا وكوباية زيت. الزيت بيتقل قوام الصوص بتاعنا، فهنخليه في الاخر او ننزل بيه بالتدريج يكون افضل. ونضرب كل الكلام ده في الخلاط عشان نعمل الصوص بتاعنا. وفي نفس الكوباية اللي كان فيها اللبن ننزل كده بالخليط. بصوا جميل ازاي وتقيل. وبعد كده نحطه في التلاجة بقى لحد ما نخلص الكيك بتاعنا. نزلت ببيضتين وبمعلقتين خل وكيس بيكنج باودر. وبعد كده كوباية دقيق هرمية. اهم حاجة الدقيق يبقى هرمي كده علشان ما تهبطش مننا. لو كوباية دقيق ممسوحة ممكن تهبط مننا. وجبت بقى كده ضربتهم في الخلاط وجبت صينية ورحت نازلة بالخليط فيها واسخن فرني على 180. طلعت بالجمال ده بعد تلت ساعة بالظبط. وبعد كده خرمتها بقى بالشوكة بالشكل ده او بخلة سنان عندك اي، يعني باي حاجة، ممكن بخلة او شوكة او سكينة وتخرميها كده بالشكل ده. بصوا ما طلعتش اي حاجة ازاي، ده دليل ان الكيكة مستوية 100%. ونجيب الصوص بتاعنا بعد ما سقعناه في التلاجة كده ونفرده بقى على الكيك بتاعنا ونسيبها تبرد اكتر. وبعد كده ندخلها التلاجة علشان بقى تسقع. احلى جاتوه مش مكلف خالص، بيضتين وكوباية لبن كوباية زيت كوباية سكر كوباية دقيق. وبصوا الجمال بقى، بصوا صينية تكفي عيلة كاملة. ندخلها التلاجة بقى تسقع كده ونطلعها بقى. بصوا الصوص غرقانة صوص، وصوص منها فيها كده، ولا جبنة شوكولاتة ولا جبنة اي حاجة مكلفة. بصوا الجمال تحفة، جربوها بجد بالطريقة دي وهتدعولي.